مرحبا يا حلوين، يسعد مساكم وكل أوقاتكم وكل عام وانتم بألف خير. اليوم بدنا نعمل وصفة كتير سهلة ومن أنجح الوصفات في المعمول بالطحين بالحليب المكثف المحلى. وصفة كتير سهلة وكتير ناجحة معاكم، بتمنى تجربوها. خليكم مع الفيديو. بنحتاج لهي الوصفة طحين، سكر ناعم مع مستكة وسمنة، وبدنا بيكنج باودر، وبدنا كمان حليب مكثف محلى هو المكون الأساسي، وبنحتاج زيت ومي وماء زهر حسب ما بتحبوا. اللي ما بحب ممكن يستغني عنه. هلأ بدنا نحط الطحين، بعدين بدنا نحط السمنة. طبعا المكونات بالضبط راح اكتب لكم اياها تحت الوصفة، تحت الفيديو بتلاقوها بصندوق الوصف. هلأ بدنا نحرك بطراف الأصابع الطحين مع السمنة، وديروا بالكم ما تعجنوا، إذا تعجنت ممكن يصير زي المعجنات ويصير زي الخبز. هلأ بعد ما تشربت السمنة والطحين بدنا نحط الزيت، بعدين بدنا نحط المي. هلأ بدنا نحط الحليب المحلى، أنا احتجت هون 3/4 العلبة. نحط البيكنج باودر والسكر الناعم المطحون مع المستكة. المستكة كتير بتعطي طعم زاكي، بتمنى ما تستغنوا عنها، وماء الزهر زي ما بتحبوه. هلأ بدنا نعجنها شوي شوي بطراف الأصابع وتقليب من تحت لفوق، وضروري ضروري انه تنحط بالثلاجة اقل شي 3-4 ساعات او ليلة كاملة عشان تمسك السمنة مع الطحين منيح وما تغلبكم بالشغل. بتعرفوا لانه الجو هلأ شوب ولازم تنحط بالثلاجة. هلأ بدنا نحضر بالنسبة للحشوات. انا بدي اعمل حشوة الفستق والحلبي والجوز. هلأ بدنا نحط على الفستق مجروش، طبعا بدنا نحط قطر، يعني لا هو سائل ولا هو جامد، بده يكون يعني قوامه وسط. وبدنا نحط ماء زهر، طبعا هاد اشي اساسي. بدنا نحط سكر، طبعا هو سكر عادي او سكر ناعم اللي بتحبوه. وطبعا لازم السمنة عشان تضل الحشوة طرية معك وما تنشف. هلأ بعد ما خلطنا المكونات منيح، بدنا نعملها زي كرات، اسهل كتير بالشغل. طبعا مقادير الحشوة يعني ما قدرت اكتب المقادير كاملة، لانه يعني هيك حسب ما بتشوف القوام، ممكن تزيدوا قطر، ممكن تزيدوا ماء ورد، ماء زهر عفوا، يعني ما إلها مقادير معينة، هيك حسب النظر وانتو بتشوفوا كيف القوام. اهم حاجة انها تلم معاكم الحشوة العجينة. هيك جهزنا كرات الفستق. هلأ بدنا نبلش نعمل كرات جوز عين الجمل. هلأ نفس الطريقة بدنا نحط قطر قوامه وسط، بدنا نحط سكر ناعم، يعني يفضل سكر ناعم احسن، وطبعا السمنة عشان تضل الحشوة طرية معاكو. بدنا نحط شوية ماء زهر، اللي ما بحب ممكن ما يحط.
نسيت احط القرفة وهلا اتذكرتها، بدنا نحط قرفة. طبعا هذا المكون اساسي بحشوة الجوز، والافضل انها تكون قرفة نوع كويس عشان تعطي طعم زاكي. هيك جهزنا كرات الجوز، وهلا بدنا نبلش بالعجينة. طبعا بعد ما طلعناها من التلاجة بناخد نص العجينة والنص التاني برضو بترجعوه على التلاجة عشان ما تسيح معاكم. شايفين قوامها ما شاء الله كتير طرية وكتير سهلة بالشغل. هلا بدنا نبلش بحشوة الجوز، حشوة الفستق اول. بدنا نسكر العجينة كتير منيح عشان ما تفتح معانا، وبنشكلها حسب ما بتحبوا. انا حبيت اعملها بالملقط، يعني هذا الشكل كتير حلو. في ناس مثلا بحبوا يحطوها بالقوالب، كل واحد حسب ما بحب. هاي معمول الفستق والجوز، انا حبيت اعمله بالقوالب. وهيك الصواني صارت جاهزة للخبز. الخبيز طبعا من فوق اول شوية تحمير عشان تثبت الرسمة، بعدين بنحطها من تحت درجة متوسطة، وانتبهوا عليها ما تنحرق، ما تاخد لون كتير من تحت. وهي وصفتنا صارت جاهزة، بتمنى تجربوها وتبعتولي صوركم. ألف صحة وعافية.